التمرين ده هيخلي عقلك يتجنن من كتر فوائده. الدكاترة مش عايزاك تعرفه لانه هيعالج كل اوجاعك ومحدش هيكشف بسببه. بجد الكلام ده مش كلام فيديوهات وخلاص. انا مستغرب ليه الناس مش بتتكلم على التمرين ده رغم انه عظيم جدا وفوائده عظيمة جدا، بدون اوزان وبدون جيم وبدون مدرب ولا اي حاجة، في ثواني معدودة ليه فائدة عظيمة جدا لظهرك ولكتفك ولقبضة ايدك وللسواعد وللكور بتاعك والفرد ظهرك، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا. التمرين ده وهو الديد هانج بالشكل ده كده، تمام. التمرين ده ليه فوائد عظيمه جدا. اول فايده ليه وهو انه هيفرد ظهرك، تمام. فمع فرد ظهرك واطاله العمود الفقري هيحسن وضعيه جسمك، هيعالج الاتب اللي موجود، هيقلل الالم اللي موجود في رقبتك وفي نص ظهرك، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. ده غير انه بيقلل الضغط على الاعصاب وبيحسن تغذيه الغضاريف، لان الغضاريف دي بتتغذى بالحركه والضغط المتغير، تمام. فدي اول فايده ليه عظيم جدا. الفايده رقم 2 وهي على الكتف، بيحسن المرونه بتاع الكتف، بيفتح المفصل بتاع الكتف، بيقلل الضغط اللي واقع على الاوتار. والابحاث اثبتت ان التمرين الديد هانج التعلق ده بيقلل من خطر الاصابه بانحشار الكتف، الشولدر امبنجمنت، ودي اصابه مشهوره جدا بتجيلنا في العياده باستمرار، لانه بيفتح مفصل الكتف بالشكل ده وبيحسن المرونه بتاعته طبعا وبيزود المدى الحركي. تمرين عظيم جدا للكتف، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وقبل ما نقول الفايده رقم 3، فاعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه عشان تساعدنا ان المحتوى ينتشر بشكل اكبر ويوصل لاكبر عدد من الناس ونفيد اكبر عدد من الناس، وده هيساعدني ان انا اكمل في صناعه المحتوى. فعاوزين نوصل الفيديو ده ل1000 لايك. الفايده رقم 3 ليه وهي تقويه قبضه اليد والسواعد، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. حرفيا هيفجر عضله السواعد وهيخلي قبضه الايد بتاعتك حديديه، وده هيفيدك ان هو هيقلل الاصابات بتاعتك بشكل كبير جدا، مش هيخليك تتصاب بسهوله. هيقوي طبعا عضله ايدك والقبضه بتاعتك، وأما تجرب التمرين هتحس باللي انا بقوله ده فعلا. فيخليك تفتح بطرمان بسهوله، تشيل شنط تقيله، تشتغل بايدك بشكل طبيعي جدا، وهيفرق معاك بشكل كبير جدا في تقويه الايد والسواعد. وطبعا انا مجرب التمرين ده مع مرضى كتير جدا، يعني اي مريض يجي لي بالرقبه، بوجع في الظهر، بوجع في الكتف، بنضيف له التمرين ده في الوقت المناسب ليه، بيفرق معاه بشكل كبير جدا. فجرب التمرين ده وخليه في نظامك الاسبوعي وهتدعي لي ان شاء الله. هتعمله بالطريقه دي، انك تمسك في عقله، مش لازم عقله بالشكل ده اهو، بتمسك في عقله عاديه خالص وبتفتح، ما تخليش ايدك ضيقه ولا واسعه خالص، بتفتح ايدك على مدى بتاع الكتف بتاعك وتثبت نفسك كده وتخلي رجلك باصه للارض بالشكل ده، وتفضل ثابت كده على قد ما تقدر بالشكل ده، وتريح دقيقة وترجع تعمله تاني 3 مرات، تمام. ضيفه في تمرينك، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. وطبعا ما تشدش نفسك لفوق كده وتبقى شادد بايدك، لا، سيب كتفك مريح خالص. عايز تشد الكور كده مفيش مشكلة، لو عايز تقوي الكور كمان. عايز تسيب نفسك خالص سيب نفسك خالص، مفيش اي مشكلة برضو، تمام. يعني انت لو عندك وجع في الكتف فسيب نفسك خالص. طب عايز تقوي عضلات الكور بتاعتك فبتشد بطنك وتشد نفسك بالشكل ده كده لقدام كده، بيقوي الكور معاك كمان. او سيب نفسك خالص كده وانت بتعمله وريح نفسك، هيفرق معاك بشكل كبير جدا. تعمله 3 مرات، تمام، وخليه في نظامك الاسبوعي. فجرب التمرين ده وعرفنا حسيت بايه عشان تفيد غيرك، تمام. وعرفني في كومنت كده لو عندك اي شكوى بتشتكي منها، اكتبها في كومنت. والمواضيع المنتشره اللي الناس بتسال عليها باستمرار هنعمل عنها فيديو ان شاء الله، لان المحتوى اللي احنا بنعمله ده بيكون عن طريق الكومنتات بتاعتكم. بتلاقي ناس بتقول مفاصل الكتف، الرقبه، كذا. فانت ايه الشكوى بتاعتك الرئيسيه اكتبها في كومنت، وان شاء الله نعمل عنها فيديو قريب ان شاء الله. بس وبكده يكون فيديو النهارده خلص. تنساش تعمل لايك للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عن طريق انك تضغط على صورتي هنا بحيث يوصل لك كل جديد اول ما ننزله ان شاء الله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. السلام عليكم.